السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بخير وبصحة وبأحسن حال. النهاردة كده هنعمل بسكوت النشادر، إن شاء الله يعجبكم. طريقة سهلة وبسيطة ونتيجته جميلة جدا. معانا المكونات بسيطة جدا إن شاء الله. معانا 5 بيضات، معانا كوبايتين زبدة، معانا كوبايتين سكر، معانا كيلو دقيق، يعني كيلو الدقيق يعمل كده حوالي 6 كوبايات. معانا فانيليا، معانا ربع كوباية لبن، معانا معلقة نشادر صغيرة، معانا معلقة بيكنج باودر صغيرة. بس دي المكونات بتاعتنا. يبقى المكونات 5 بيضات، كوبايتين زبدة، كوبايتين سكر، كيلو دقيق، يعني حوالي كيلو الدقيق يعمل 6 كوبايات. معانا فانيليا، ربع لبن، معلقة بيكنج باودر، معلقة نشادر. بس دي المكونات بتاعتنا. هنبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل كده السكر على الزبدة، نبدأ كده ننزل ال5 بيضات. طبعا طريقة كده سهلة وجميلة ان شاء الله هتعجبكم، ومقادير مظبوطة بإذن الله. هننزل كده حوالي معلقة كبيرة فانيليا سايلة، هي طبعا كده ريحة البرتقال. الفانيليا بودرة برضو ماشي، جميلة جدا تمشي طبعا كده. وهنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم بالمضرب الأول كده على سرعة هادية، بعد كده هنبدأ نزود السرعة وهنضربهم كده كويس جدا، ضربة كده حلوة لغاية كده كله لما يختلط مع بعضه ويبقى معانا كريمي. طبعا كده هنضربهم، هنرجع لكم تاني بس عشان صوت المضرب. طبعا كده شايفين ضربنا كده الزبدة والسكر والبيض لغاية كده لما بقى قوام كريمي، والزبدة كده تحول لونها الأبيض كده ازاي. طبعا كده هنبدأ نشيل كله اللي في المضرب ده عشان نبدأ كده ننزل الدقيق. طبعا كده هننضف المضرب كويس. تنظيفة كده حلوة عشان ننزل كل الزبدة اللي فيه. طبعا كده معانا كيلو الدقيق، هننزل عليه كده معلقة النشادر، معلقة البيكنج باودر، ونخلطهم كده كويس بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا كده نقلنا في بولة اكبر عشان نعرف نشتغل براحتنا. طبعا كده قلبنا النشادر كويس هي والبيكنج باودر. نبدأ كده ننزل الخليط بتاعنا. ننزل كده كل اللي في جوان بالبولة، ننضفها كده تنظيفة حلوة. نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل كده ربع كوباية اللبن. نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم نخلط كده الدقيق والمكونات دي كده كويس. طبعا الخليط بتاعنا مضروب كويس جدا، خفيف جدا كده في ايدينا واحنا بنشتغل.
طبعا كده الخليط بتاعنا جاهز كده تمام كده. طبعا بس هننضف ايدينا ونبدأ نشتغل. طبعا كده معانا الكيس مركبين فيه كده البلبلة. طبعا دي مقادير كيلو بسكوت اللي هو بتاع الكيس مش بتاع المكنة. هنبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم نعبي كده في الكيس. طبعا المقادير بتاع الكيس غير بتاع المكنة. طبعا بتاع الكيس بيكون اطرى شوية من بتاع المكنة. طبعا كده نملى الكيس بس الطريقة سهلة وان شاء الله نتيجتها جميلة جدا وهتشوفوها قدامكم. نركن دي كده على جنب ونجيب الصاجة. طبعا احنا مش هندهن الصاجة ولا اي حاجة لان كده البسكوت بتاعنا فيه الزبدة الكفاية بتاعته. طبعا كده هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كده الشكل اللي ما يعجبناش نشيله ونرجعه تاني. طبعا تتحكمي كده في الحجم براحتك قضي بعضه. شايفين كده العجينة بتاعتنا ناعمة وجميلة ازاي. طبعا نخلي فيه مسافة كده لان احتمال كده ينفخ شوية يفرش شوية. طبعا انت كده اللي بتتحكمي في حجم الطول بتاعه. طبعا كده مقادير سهلة جدا مع انها كده في وقت قصير. طبعا والعجينة كده بسم الله ما شاء الله طرية وبتنزل معانا كده من الكيس بكل سهولة زي ما انتوا كده شايفين. بس اهم حاجة كده نشتغل بالراحة ناخد نتيجة جميلة جدا. وزي ما قلت تسيبي مسافة كده. طبعا كده شايفين نشتغل كده بكل سهولة من غير اي تعب لغاية كده لما نخلص كل الكمية. طبعا كده الطول براحتك تتحكمي فيه. ممكن كده طبعا احنا ما دهناش الصينية بتاعتنا. يمكن انا قلت كده في الاول او ما قلتش لان كده البسكوت بتاعنا فيه الزبدة الكافية بتاعته. طبعا نشتغل كده كل الكمية بنفس الطريقة من غير اي صعوبة. اهم حاجة كده تكون المقادير بتاعتك مظبوطة والعجينة كده مظبوطة تاخدي كده نتيجة جميلة جدا تعمليها انت ومغمضة. طبعا كده مش هيقضي كده بالطول هنعمل كده 2 أو 3 بالعرض بالشكل ده. طبعا ادينا كده بنشتغل لغاية لما نخلص كل الكمية.
طبعا كده كيلو الدقيق هيعمل لنا كميه كبيره جدا زي ما انتم كده شايفين. بسم الله ما شاء الله. لسه كده البوله مليانه معانا، هنشوف برضو هيطلع كميه قد ايه. طبعا كده خلصنا كل كميه البسكوت بتاعنا. معانا كده فرن سخنه شغاله كده من فوق ومن تحت، سخنت وهديناها. هنبدا ندخل البسكوت بتاعنا يستوي، نشوفه ان شاء الله بعد ما يستوي. طبعا شايفين البسكوت بتاعنا بعد ما استوى. شايفين كده بسكوت المحلات اللي احنا عملناه في البيت. بسم الله ما شاء الله. شايفين كده الكيلو رملنا كده كميه كبيره جدا. شايفين بسم الله ما شاء الله. يعني كده من كيلو دقيق عملنا كده حوالي 2 كيلو بسكوت زي ما انتم كده شايفين. شايفين الجمال والحلاوه، شايفين واللون كده جميل. شايفين سامعين كده القرمشه، شايفين كده الذوبان، حاجه كده جميله جدا. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. يعني كده حاجه تفتح النفس على الاكل. نجرب كمان كده ندوق. بسم الله الرحمن الرحيم. حاجه لا تقاوم يا جماعه، لازم تجربوها بجد. يعني المنظر بيتكلم عن نفسه، الجمال والحلاوه. شايفين بسم الله ما شاء الله. انا عن نفسي ما كنتش متوقعه النتيجه دي بالمقادير دي. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.